ابيض واسود. هي السينما في نظري حاليا اقول هي عين، هي اللي تصور وتسجل وذاكره. يعني حتى لو صورت فيلم سينمائي قديم او ملون، لكن هو يصور ذاكره معينه لفتره معينه بغض النظر عن السيناريو او القصه، ولكن عمليه التصوير في الداخل والخارج كانت عباره عن تسجيل وتوثيق، او خلينا نقول جزء من الذاكره، مش نعمل فيلم وثائقي لا، حتى او اي فيلم. حلو. هذا كانت عين اللي يسجل في لحظه معينه. احنا لما نشوف فيلم ابيض واسود قديم نشوف اوه شوف الممثل قديم او المناظر او كذا، حتى لو كان داخل الاستوديو او خارج تصوير خارجي، شوف القاهره كيف كانت، شوف الكويت كيف كانت. فهي عباره عن عين تسجل وتحفظ هذا التراث او المناظر او التاريخ بغض النظر عن السيناريو او ما يقوم به. انا بالنسبه لي احنا عملنا فيلم كمان لجامعه الكويت اللي هي كليه طب الاسنان، وراح على دبي مدته 10 دقائق يعني. صورنا بالمشرحه وصورنا في كل هذا التعليم، فكان يعني حلو، بس كانوا موفرين ما كل شيء. شنو موفرين؟ موفرين الفلوس، موفرين، واحنا عندنا اجهزه. مشكلتك بالفلوس. حلو. مشكلة الكويت. لا حلو، يعني اعطيك فلوس. شنو تبي؟ شنو تبي بالفلوس؟ اكيد معدات. طبعا معدات، وبعدين اول شيء بنكتب لازم يكون في شيء موجود، يعني كاتبين نص مثلا سيناريو، الاشياء اللي بنكتبها يكون هادف، مو اي فيلم. يعني انت لما تعمل فيلم لازم يكون يعني مثلا يغطي اشياء لبعيد، يغطي عن الكويت. مثلا انا مثلا ممكن اعمل فكره فيلم عن العماره في الكويت، ما نعمل العماره مثلا مرحله الخيمه، وبعدين المرحله الطينيه، بعدين المرحله اللي هي الكونكريتيه اللي صارت. في عندك 3 مراحل، انا هذول اشتغلت في الجامعه كنت انجينير، كنت دائما اكتب عنهم في الجرايد، قبل ما يهدوا قبلي يا ما داعينا انه يعني خلوها تصير مطاعم وفنادق وشغلات، بس ما حد رد هالدور مع الاسف زي دول العالم الثاني. فما في يعطينا عمل فيلم وثائقي بالكامل عن الكويت في طريقه الانشاء، في الرسم، في المعدات، هاي توثيقيه تضل طول العمر، هذا لو ما في وممكن ندمجه مع قصه ويصير عادي يعني. اذا انتم الحين الاثنين تكلمتوا عن شيء توثيقي، يعني احنا نقول لك مثلا هذا النوع اللي احنا تقريبا سهل، موضوعك سهل. اشتغلنا هذا مو صعب، يعني انا ما للحين ما شفت صعوبه فيه. بغض النظر عن الفلوس. زين؟ فلوس صعوبه. لا مو صعوبه، اللي هو الصعوبه انك تحصل ماده مكتوبه بتسلسل وبطريقه بروفيشنال. هذا اصعب شيء. وين ابدي؟ وين بنتهي؟ وشنو بالنص؟ يعني المساله هي بدايه وسط ونهايه. انت شو تقول لي بالبدايه؟ بتعرف لي. بالنص شو تقول لي؟ تقول لي وين المشكله؟ بالاخير تحل المشكله. عطني واحد يكتب لك سكريبت صح؟ ما ادري كم واحد موجود. انا مسدد عندك. فكره يعني. شو فكره. افكار كثير. لا مش الافكار، انت قلت لي فكره واحده. جيب لي اياها مكتوبه، انا قلت يلا عشان تبي المعدات. في انا مره قلت حق ناس بس مش يعني اكتب فكره مضمون، فيها مضمون، فيها شيء راح يفيد المجتمع وراح يفيد ثقافه البلد وراح يفيد الناس ككل. لما تطالع تلقى فيه مضمون. طبعا اكيد. ماكو شيء فيه مضمون. لو اقول لك انا بسنه كم سيناريو قريت ما راح تصدق. لا مضبوط كلامك، بس ماكو شيء مضمون. ولما اقول لك ايش كثر افلام كويتيه شفتها شورت موفي ماكو مضمون. اوكي؟ نرجع مره ثانيه على موضوع السينما. منو؟ استاذ. لا انا بدي شويه جملتك الاخيره خلي نرجع الى عرفنا نسوي بكتاب قصصيين وكاتبات رائعين، والروايات التي كتبت هنا في الكويت